في أكبر بلد إفريقي تتنوع لوحات الإبداع التي ترسم أصالة وسحر الموروث التقليدي. الجزائر وباختلاف مناطقها تتغنى بالأنواع المختلفة للأزياء التقليدية التي لا تحمل التراث العريق فقط، بل تحمل رمزية تضرب عمق التاريخ. فبين الشرق والغرب، الشمال والجنوب، أزياء تقليدية اختلفت في التصميم، لكنها اتفقت على أن تشكل الطابع واللمسة الجزائرية الأصيلة. الجبة القبائلية أو تاغنذورت القبائل أصالة ترجع أصولها إلى مئات السنين وامتداد للحضارة الأمازيغية، هو ما نجده في الزي القبائلي الذي لا يزال محافظا على مكانته المتميزة بين الأزياء التقليدية الأخرى، حيث يعد مصدر تألق المرأة القبائلية في مختلف المناسبات ترتديه حتى في الأيام العادية. وينتشر هذا الزي في منطقة القبائل كتيزي وزو وبيجايا، كما أنه حاضر في مختلف مناطق الوطن في المناسبات والأفراح. الزي القبائلي يعتبر على الألوان على كل حال كما شفتوا، حتى ولا كان عصري يكون فيه بزاف الألوان. اللبسة هذيك تكون منفتحة وتكون جميلة. كاين اللباس نتاع الأفراح وكاين اللباس نتاع العادي نتاع كل يوم. وينفرد من جهتهم سكان الجنوب الصحراوي الجزائري بتمسكهم الشديد بالعادات والتقاليد عبر مر العصور، فهي تضرب في عمق الأصالة لديهم وتعكس مدى حبهم للبساطة، وهو ما يتجلى في لباسهم الذي يتشكل غالبا من قطع قماش تتباين في الألوان والأشكال كما في مناسبات ارتدائها. اللبسة نتاع الراجل يسموها البازان، الشاش نقولوا له غيوت ميغا سنجر. البازان هذا كاين منه القماش اللي يجي من اوروبا. فيما يخص اللبسه نتاع المراه تسمى بسغناس، واللي هي باللغه العربيه السغنس هي يعني احجب، اغنس احجب، يعني لبسه محتشمه تقليديه. يلف على الجسد بطريقة ذكية ومحكمة، مثل العنوان الأبرز إبان الثورة الجزائرية. الحايك مضاف إليه العجار الذي لا يبرز سوى عيون المرأة، لا يزال يمثل رمزا للحياء، يضفى من بياض قماشه سحر وجمال خاص بالمرأة العاصمية. القماش تاعو من الحرير، نورمالمون يكون من الحرير، يكون فيه العجار خاطر يتفرق الحايك بالنسبة للمرأة الكبيرة اللي دير العجار. المرأة المتزوجة العجار تاعها والحايك ماشي كيما المرأة الكبيرة، والوحدة صغيرة ما ديرش العجار، دير غير الحايك. قسنطينة المدينة المعلقة جسورها تشتهر بزي القندورة، اللباس الملكي للمرأة هناك. تصنع القندورة القسنطينية غالبا من قماش القطيفة ذي الألوان الداكنة، لكن جمالها يكمن بصفة رئيسية في الخيوط المصنوعة من الذهب والفضة التي تستخدم في تطريزها بأشكال بديعة، وتجمع الجبة بين احتشام الزي الإسلامي وبريق وأناقة ثوب العروس، وترتديها أيضا كثير من النساء في الجزائر في المناسبات الخاصة والعامة. هذو الألباس التقليدية لازم يكونوا موجودين في الأعراس الجزائريين، سواء العروسة وسواء اللي راهم معروضين. الجزائري كما يقولوا نوعية كبيرة من التقاليد، كاع كل ولاية عندها لبسة تاعها خاصة. أقمشة الحرير، الخيوط الذهبية والفضية وطروز تنم عن حضارات، هي تفاصيل أساسية في الأزياء الشعبية الجزائرية المتنوعة، من جبة الفرقاني والكراك العاصمي، وكذا الشدة التلمسانية والجبة الصيفية والوهرانية،
أبدعت في صنعها أنامل أبناء وبنات الجزائر وفق أشكال هندسية وأخرى برسوم زهرية تعطي للمرأة أناقة لا تضاهيها أناقة وتميزها عن نساء العالم. امتزجت الألوان وتنوعت التصاميم، ولكل واحدة سحرها وجمالها الخاص. الزي التقليدي الجزائري العنوان الذي يميزه عن غيره من الشعوب، فيه ارتباط وعمق تاريخي وتراثي بالأصالة والحضارة والعادات والتقاليد التي تتباين في كل ولاية من ولايات الجزائر. أمينة مودود، الغد العربي، الجزائر.